تالتة اعدادي اللي لسه ملموش العربي والامتحان خلاص كمان يومين ومحتاسين ومش عارفين يعملوا ايه، والمادة كبيرة جدا مش عارفين يعملوا ايه ما بين النصوص والقراءة والنحو والقصة والتعبير والفروع كتير، واحنا لسه ملمناش حاجة. قولنا يا ندى ازاي نلم المادة بطريقة سهلة والموضوع ما ياخدش معانا وقت، ونلحق كمان نحل محافظات ونخش ونقفل المادة. احنا مش عايزين ننجح فيها، احنا عايزين نقفل العربي. انا جايه النهارده بالفيديو باذن الله هيساعدكم كلكم، وهقول لكم ازاي تقفلوا العربي بطريقه سهله جدا. العربي ماده فروعها كتير بس سهل ان هي تتلم. ان شاء الله النهارده جايه معاكم بالطريقه المثاليه اللي هتلموا بيها العربي وتقفلوه اول ماده، وان شاء الله باذن الله تطلعوا منها مبسوطين. عايزاكم كلكم بقى تيجوا على الفيديو ده وتطمنوني عملتوا ايه في العربي، وان شاء الله هكون مستمريه معاكم في كل المواد، وهنزل لكم قبل الماده واقول لكم ازاي تراجعوها وازاي تلموها بالنسبه لكل المواد. فعايزاكم بس تشجعوني كده وتحطوا لايكات كتير للفيديو وتكتبوا لي في الكومنتات رايكم، وبس كده يلا بينا نبدا. عايزاكم بقى تمشوا معايا خطوه بخطوه كده وانا هقول لكم تعملوا ايه بالظبط. اول حاجه هنجيب كتاب الامتحان اللي احنا بنذاكر منه، او لو انتوا بتذاكروا من اي كتاب عامه بيكون فيه فهرس كده ومكتوب فيه ان احنا عندنا كام درس في الوحده دي، وفي الوحده دي في المنهج كله عامه عندنا كام درس، وعندنا كام فصل في القصه، وكل حاجه بتبقى موجوده. انا طبعا القراءه والنصوص وكل حاجه تايهه على بعضها، فلو انتوا عندكم الكتاب مقسم القراءه كام درس ونصوص كام درس، فانا عايزه ابقى عارفه كده انا قدامي كام درس قراءه كام درس نصوص. طبعا القصه معروفه ان هي 8 فصول والنحو تقريبا 4، هتشوفوا دلوقتي. المهم فانا اول حاجه عملتها، طبعا دي حاجه ممكن الناس هتقولي هو ايه لازمتها وهتضيع الوقت وكده، لا انا عايزه احدد قدامي انا قدامي كام درس قراءه قدامي كام درس نصوص، بحيث ان انا كل حاجه اخلصها اشخبط عليها كده خالص واشطبها واخش في اللي بعدها، واكون محدده لكل درس انا هذاكره في قد ايه. يعني دي زي يعتبر تو دو ليست كده، او خريطه ذهنيه للمنهج بتاعنا كله ازاي نلمه. انتوا فاهمين قصدي؟ ده حاجه كده زي ما تقولوا جدول، ايا كان بقى سموها زي ما تسموها، بس انا بكتب كده العناصر كلها بتاعه الماده بتاعتي في ورقه كبيره ممكن تلزقوها قدامكم على المكتب، ودي يبقى ان احنا عايزين نلمها بقى ونخلص كل الدروس اللي عندنا فيها. عايزه اقول لكم اول حاجه هتكتبوا القراءه، عندكم بس 4 دروس قراءه بس، يعني الموضوع بسيط وسهل، بس احنا اللي بنبقى مدين الموضوع اكبر من حجمه. يعني انتوا بتقولوا بقى فرع قراءه ومش عارفه ايه، الموضوع سهل. انا عايزه اقول لكم ان انا كتبت لكل درس قراءه 45 دقيقه، بس بصراحه انا لما بصيت على دروس القراءه حسيت ان الموضوع كتير. يعني 45 دقيقه اذاكر فيها درس قراءه، الدرس مش طويل. انا لو قرات كده الفقرات بتاعه كل درس وبعد كده بصيت على المعاني والجمع، في حاجات كتير قوي سهله وممكن نجيبها بالبديهي كده، وبعد كده هنبص على الاسئله اللي ورا. فالموضوع انا حاسه ان هو ايه، يعني 45 دقيقه ده كتير قوي قوي قوي. واكيد انتوا برضو عارفين دروس القراءه وسمعتوها في الدرس مره واتنين، حتى لو انتوا مش حافظين الاسئله اللي بتبقى ورا كل درس، بس انتوا فاهمين. يعني حاسه ان 45 دقيقه كتير، فممكن ندي للدرس مثلا في المتوسط نص ساعة، وممكن طبعا تخلصوا قبل كده ممكن بعد كده، كل واحد بقى وان هو بيخلص امتى. يعني ممكن في ناس بتغيب في ناس لا، بس نحاول ان احنا ما نغيبش في الدرس. يعني نبص كده على الفقرات اللي موجودة في كل درس، وبعد كده انا هقول لكم طبعا هتذاكروا ازاي يعني دروس القراءة، هقول لكم على كل حاجة بالتفصيل. بعد كده انتقلت على النصوص وكتبت برضو انا عندي كام نص، ببدأ ان انا اكتب اسم النص وقدامه هذاكره في قد ايه. النصوص هتطلع 45 دقيقة، لان بصراحة النصوص بحسها ان يبقى فيها شرح مواطن جمال اسئله. النص برضو ساعات في نصوص حفظ ونصوص مش حفظ، في نثر ما بيكونش حفظ، فالنصوص ممكن شويه تاخد وقت عن القراءه، فالنصوص ممكن ازودها شويه هي اللي نديها 45 دقيقه. طبعا عايزين تذاكروا مع نفسكم وتراجعوا مع نفسكم حلو، عايزين تراجعوا يوتيوب برضو حلو، يعني اللي انتوا عايزينه واللي انتوا بتفضلوه. انا هوريكم ده وهوريكم ده، وهقول لكم برضو في مراجعات على اليوتيوب حلوه وكويسه. عايزه اقول لكم دروس القراءه دي كلها ملمومه في ساعه الا ربع، يعني ال 45 دقيقه اللي انا حطاها لدرس واحد دي ملمومه ال 45 دقيقه دي لكل دروس القراءه على الخطه التعليميه. فانتوا واللي يريحكم طبعا، يعني عايزين تذاكروا لوحدكم وتراجعوا مع نفسكم عادي. المهم كده هنكتب كل حاجة للعربي كامل كده موجودة في ورقة كاملة نكتب فيها كل حاجة. هتقولي لي التعبير يا جماعة احنا اللي بنكتبه بطريقتنا، موجود في كتاب الامتحان كده الجزء بتاع التعبير الإبداعي والوظيفي، هتقرأي النصايح والإرشادات اللي المفروض ازاي تكتبي موضوع تعبير، البرقية اللافتة، كل حاجة موجودة في كتاب الامتحان حلوة وملخصة لكم كل حاجة ازاي تكتبي الموضوع. طبعا ده يعني ممكن تشوفي مدرس على اليوتيوب يشرح ويقول لك ازاي تكتبي موضوع التعبير وكده، بس موضوع التعبير بيعتمد عليكي انت، وانت بتعرفي تكوني جملة وتكتبيها مظبوطه ولا لا. فشوفوا الارشادات والنصائح اللي موجوده في الكتاب بتاعكم، مش بس كتاب الامتحان. الناس اللي بتذاكر بقى بكتاب الاضواء واي كتاب تاني انتوا بتذاكروا منه موجود برضو نصائح بالنسبه لجزء التعبير عشان نبقى خلصنا منه كده. نكتب خلاص كده كل حاجه. القصه 8 فصول زي ما اتفقنا، نكتب النحو 4 دروس، وكده كتبنا كل حاجه قدامنا. وانا هقول لكم بقى القراءه والنصوص انتوا ممكن تذاكروها مع نفسكم، بس هنيجي بالنسبه لفرع النحو وفرع القصه ده بقى هيتراجع يوتيوب.
تمام. النحو هنراجعه يوتيوب ليه؟ لان احنا محتاجين مدرس يفكرنا بدروس المنهج اللي هم 4 دروس، محتاجين مدرس يفكرنا بيهم، وبعد كده انا ابدا احل. يعني انا هعتمد على المدرس وهو بيشرح وبيقول القاعده بيفكرني بيها. طبعا زي ما انتم شايفين كده موريكم فيديوهات اهو، في نص ساعه لما لكم المنهج كله، في فيديوهات في ساعه ونص، في فيديوهات طويله وفيديوهات قصيره. انا بوريكم كذا مدرس وكذا قناه، انتوا تدوروا كده وتكتبوا زي ما انا كتبت كده مراجعه النحو الصف الثالث الاعدادي الترم الاول، هيطلع لكم فيديوهات كتير جدا جدا. شوفوا المدرس اللي يعجبكم، مش هرشح لكم حد، اللي يعجبكم انتوا شوفوه، اكتبوا زي ما انا كتبت كده وهتلاقوا فيديوهات كتير. ده بالنسبة لفرع النحو. نيجي بقى لفرع القصة. القصة محتاجين برضو حد يفكرنا كده بأحداث القصة، بالشخصيات، بنجم الدين، شجرة دور، الحاجات دي كلها. ففيديوهات بقى مش طويلة، وفي نفس الوقت بيفكركم بالأحداث وبالشخصيات وبالتواريخ لو في تواريخ والأماكن، كل حاجة عن القصة موجودة في الفيديوهات دي. فاسمعوا الفيديو كأنها هي حدوتة كده بتفكركم بالقصة. وطبعا ممكن ان انتوا تقرأوها قراءة سريعة برضو وتشوفوا كده أهم الأحداث، وممكن تسمعوا لها فيديو برضو سريع. وبعد كده تبداوا ان انتوا تحلوا الحل، هيطبق لكم كل حاجه. منزله لكم النهارده الفيديو بدري بحيث ان انتوا تلحقوا معاكم الخميس كله ويوم الجمعه كله، ان شاء الله باذن الله تلحقوا يعني. المهم ده بالنسبه للقراءه، بالنسبه قصدي للنحو والقصه. تمام. كنت بوريكم هنا قناه الخطط التعليميه ان هي منزله مراجعات لكل المواد، حتى المواد اللي مش بتضاف للمجموع منزله لكم مراجعات، فبرضه تشوفوها من قناه الخطط التعليميه ثالثه اعدادي. تمام. دي حاجة. عايزة اوريكم بقى ان احنا هنجيب الكتاب وهنذاكر ازاي، هقول لكم كل حاجة بالتفصيل بالنسبة للقراءة عشان الناس اللي مش بتعرف ان هي تذاكر القراءة، وبرضه هقول لكم النصوص تتذاكر ازاي. اول حاجة انا زي ما قلت لكم هتذاكروا القراءة والنصوص لوحدكم، والنحو والقصة هيتذاكر يوتيوب. طبعا ممكن تذاكروا برضه القراءة والنصوص ممكن يتذاكروا مراجعات موجودة على اليوتيوب. حلو مش وحش يعني، مش هقول لكم لا، بس اللي انتوا حابينه، لان برضو في نصوص عايزه تتحفظ، فانتوا ممكن لو سمعتوها ما تحفظوهاش، انتوا محتاجين ان انتوا تشوفوا النص بعينيكم وتبداوا انتوا تقولوا مره واثنين وثلاثه. المعاني، مواطن الجمال، الحاجات دي كلها مهمه جدا. هنا كنت بوريكم المذكره عشان لو مثلا معكوش الكتاب تذاكروا من المذكره، الدنيا مش هتقف. مثلا حد يجي يقول لي في الكومنتات انا معيش كتاب الامتحان يا ندى، تذاكر من المذكره اللي موجوده معاك او من اي حاجه فيها المنهج. ممكن حتى تنزل الكتاب PDF وتذاكر منه عادي خالص. المهم جهزنا كل ادواتنا وجهزنا الدرس اللي هنذاكره وكل حاجه تبقى جنبي كده. خلاص انا هبدا دلوقتي، مفيش اي حاجه هقوم من على الكتاب الا لما اخلص الجزء اللي عندي. اتحدوا نفسكم يا جماعه. المهم هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحدد الوقت من الموبايل. طبعا تقفلوا الاشعارات خالص وتقفلوا الواي فاي، لو مش هتذاكروا دلوقتي الماده دي او الجزء ده مش هتذاكروه يوتيوب، يبقى نقفل خالص الاشعارات وكل حاجه، ونبدا نحدد الوقت اللي احنا عايزين نذاكر فيه الدرس ده. طبعا انا عملت 45 دقيقه، بس 45 دقيقه كتير زي ما قلت لكم. ونبدا بقى ان احنا خلاص هنثبت التليفون جنبنا عشان نبقى المؤقت شغال، ونبقى ايه، احنا الوقت بيعدي كده قدامنا واحنا عمالين نذاكر. طبعا ممكن تخلصوا قبل الوقت وتخلصوا تاخدوا بريك تفصلوا، بعد كده نكمل تاني بقى الدرس اللي بعده. المؤقت ده فكره حلوه، اعملوها يا جماعه، وهتحسوا كده بقيمه الوقت، ان الوقت عمال يعدي قدامكم وانتوا كمان بتنجزوا. وتحدوا نفسكم بقى، اقفلوا خالص التطبيقات واقفلوا اي حاجه لحد ما الوقت يخلص، وبعد كده ايه نستخدم التليفون زي ما احنا عايزين. بعد ما نخلص خالص مذاكرتنا عايزين بقى تبصوا على اي حد بعت لكم رسائل على اي حاجه. بس طبعا اسبوع الامتحانات ده وقفوا خالص بقى اي سوشيال ميديا واي حاجه بتضيع لكم وقتكم. المهم نذاكر بقى ازاي قراءه، عشان الناس اللي تيجي تقول لي انا ما بعرفش اذاكر قراءه والقراءه صعبه. عايزه اقول لكم يا جماعه القراءه دي من اسهل الفروع اللي موجوده في العربي، والله ما بهزرش. القراءه متقسمه كده فروع زي ما انتم شايفين، فقرات قصدي، زي ما انتم شايفين درس القراءه متقسم فقرات، كل فقره بتذاكروها بيبقى موجود عليها سؤال زي ما انتم شايفين برضو، وبنطلعوا منها المعاني المرادفات والكلمات والجمع والمضاد والحاجات دي كلها. بتبداوا انتوا تقراوها مره واثنين وثلاثه وتسمعوا نفسكم زي ما انتم شايفين كده. بخبي بالستيكي نوتس وببدا ان انا اشوف صح ولا غلط، المعنى ده صح، المضاد، الكلام ده كله، عشان الناس بتيجي تقول لي مش بعرف احفظ وازاي احفظ وكده. يا اما بتقوليها اكتر من مره يا اما بتكتبيها. بس طبعا الكلمات يا جماعه والمعاني الحاجات دي بديهيه جدا معروفه، فمش هتاخد معاكم صعوبه يعني. مش زي في الابتدائي بقى لسه نقعد نحفظ من الاول وجديد، لا احنا خلاص كبرنا بقينا في اعدادي ثالثه اعدادي كمان، فخلاص انتوا الموضوع سهل ان احنا نحفظ المعاني والكلام ده سهل. عايزه اقول لكم بقى السؤال وجواب اللي بيبقى ورا كل درس قراءه ده من اهم حاجه في درس القراءه كله. لازم تشوفوا الاسئله والاجوبه اللي بتبقى موجوده، وكمان بيبقى في سؤال كده اللي هو الجزء اللي تحت ده اللي هو مكتوب عنوان بالاحمر شايفينه في الصفحه اللي في الجنب ده، اللي هو الاسئله بقى اللي بتقيس مستويات تفكير عليا واللي فيها الاسئله اللي محتاجه تفكير. اقراوا برده وذاكروا من الاسئله دي. عايزه اقول لكم ما تسيبوش درس القراءه لما تذاكروا كل الدروس اللي موجوده وراه. الاسئله قصدي اللي موجوده وراه مش هيطلع منها الامتحان باذن الله باذن الله. يعني الاسئله برده ساعات بيبقى في سؤال مثلا مش مباشر، سؤال
سؤال محتاج تفكير، لو انتم مذاكرين الاسئله دي هتعرفوا تجاوبوا. طبعا تبقوا قارئين الدرس، مش بس تعتمدوا على ان انتوا تذاكروا الاسئله دي، لا قارئين الدرس، قارئين المعاني، كل حاجه. فعايزه اقول لكم والله الموضوع مش هياخد منكم ال 45 دقيقه اللي انا بقول لكم عليها دي، اقل من كده بكتير. وطبعا نخلص ونصحح على اللي احنا خلصناه، ونبدا نخش على الدرس اللي بعده بعد ما نفصل شويه كده 10 دقايق، نقوم نعمل سندوتش ولا حاجه كده ونرجع نكمل تاني ان شاء الله باذن الله. لو قعدتوا على العربي يوم كامل كده باذن الله هيتلم، ما تقلقوش. وخلوا اليوم التاني تراجعوا على اهم الحاجات مثلا اللي انتوا حاسين ان انتوا موقعين فيها وتحلوا. تمام؟ الموضوع والله مش صعب يا جماعه، بس تحدوا نفسكم. انا جايبه لكم فيديوهات مش طويله، اللي انا قلت لكم عليها في النحو والقصه مش فيديوهات طويله خالص. وبالنسبه للقراءه والنصوص هتلموها انتوا مع نفسكم، يا اما تشوفوا مدرس يلمها لكم. النصوص بقى ازاي اذاكرها او ازاي اراجعها، لان احنا دلوقتي بنراجع مش بنذاكر. اول حاجه هتقرا النصوص اللي بتتحفظ هتقراها مره 2 3، تقولها اكتر من مره لحد ما تحفظه. يعني لو هتقولها 10 مرات مش مهم، بس المهم ان انت تطلع من النص انت حافظه، لان ممكن يجيلك سؤال اكمل او كده، فاحنا مش ضامنين برضو الاسئله هتيجي ازاي. فطبعا هيجينا تقريبا نصوص اختياري او في قطعتين قراءه بنختار منهم او نصين بنختار منهم تقريبا. فالنصوص حاول ان انت تبقى حافظها، مش حاول، انت لازم تحفظها كده كده. وبعد كده هنيجي بقى على مواطن الجمال والاسئله والاجوبه اللي بتبقى ورا برده كل درس. هتبدا ان انت تقراها مره واثنين وثلاثه لحد ما تحفظها، ما قدامكش حل غير النصوص هتتحفظ ومواطن الجمال هتتفهم وتتحفظ. مش بس هتتحفظ، لازم تفهمها عشان تعرف ان انت تجاوب، حتى لو هتجاوب بطريقتك. والشرح ده انا بصراحه بحب ان انا اقراه كده، بس انا بجاوب بطريقتي. يعني الشرح ده لما مثلا يقول لك اشرح البيت ده بشرحه بطريقتي، لان هو بيقول لك اشرحه باسلوب، انا بشرحه بطريقتي، بس المهم ان انا ابقى فاكره، المهم ان انا ابقى فاهمه الشاعر بيتكلم عن ايه او قصده ايه من الكلام او كده. بس طبعا بقى هنيجي لاهم نقطه، اهم نقطه واهم من المذاكره كلها. زي ما قلت لكم خلاص القراءه والنصوص احنا هنذاكرها مع نفسنا، والنحو يوتيوب عندكم فيديوهات مش طويله، والقصه برضو هنسمعها يوتيوب، والتعبير هنقرا الجزء اللي انا قلت لكم عليه. طيب نيجي بقى لاهم حاجه من الكلام ده كله، وهو الحل. لازم احل محافظات كتير زي ما انتم شايفين. اهم حاجه الحل، لازم تحلوا محافظات وتشوفوا الاسئله. هتغلطوا عايزه اقول لكم ان الاجابات موجوده في كل الاسئله، وكل الامتحانات تقريبا بيجاب عنها في كل الكتب. فلازم تحلوا وتصححوا لنفسكم، حتى لو الكتاب اللي معاك مش موجود الاجابات بتاعته، مدرسين على اليوتيوب بيحلوا الكتب بتاعه الاعدادي والثانوي وكل حاجه، تشوف المدرس بيحل صح ولا لا، قصدي انت بتحل صح ولا لا مع المدرس، وتحلوا. اهم حاجه يا جماعه تحلوا كتير، ما ينفعش تخش الامتحان وانت مش حالل المحافظات الموجوده في الكتب. انا كنت بخش الامتحان حله كل المحافظات حرفيا، ما كنتش سايبه محافظه الا لما احلها. فعايزاكم كده تتشجعوا وتقوموا دلوقتي، حتى لو انتوا ما تعرفوش اي حاجه عن العربي خالص. كل اللي عليك بس ان انت تنوي كده وتبدا من دلوقتي، وما تكسلش تقول شويه ومش شويه. خلاص الامتحان يا جماعه يوم السبت، فعايزاكم كلكم تقوموا ان شاء الله تلحقوا. ما حدش يكتب لي في الكومنتات يقول لي يعني انا هلحق، يعني انا ما ذاكرتش، يعني انا هلحق. هتلحقوا. قوموا وابداوا من دلوقتي. عايزاكم تيجوا بس تكتبوا لي كده في الكومنتات ان انتوا لميتوا العربي مستعدين وجاهزين للامتحان. ان شاء الله باذن الله تلحقوا كلكم. ربنا يكرمكم يا رب، وربنا يوفقكم كلكم. عايزه اقول لكم بقى على معلومه، انا ناويه ان انا اكمل معاكم ثالثه اعدادي سلسله الفيديوهات دي كلها لكل المواد. يعني ناويه ان انا اعمل برده بقيه المواد اللي جايه، واقول لكم ازاي تراجعوها وتعملوا ايه وتراجعوا مع مين وكل حاجه، عشان اسهل عليكم وما تضيعوش وقت كتير في فيديوهات وتتوهوا كتير. جايه اقول لكم بس بالمعلومات المفيده والحاجات اللي هتفيدكم وتساعدكم. فلو انتوا حابين ان انا اكمل في السلسله دي عرفوني في الكومنتات وقولوا لي، لو لقيت منكم تشجيع انا هكمل، لان بصراحه مش هكمل والاقيكم كلكم مش بتتفرجوا او كده. فعاوزه الاقي كومنتات كتير على الفيديو ده ولايكات كتير، عشان اللايك ده بيشجعني، وعشان انا بجد بتعب في الفيديوهات دي والله. فعايزه اشوف منكم لايكات حلوه كده على الفيديو، وكلكم تنزلوا تصلوا على النبي في الكومنتات بنيه ان ربنا يكرمكم في الامتحان. وهستناكم كلكم تيجوا تطمنوني بعد ما تخلصوا امتحان العربي وتقولوا لي في الكومنتات عملتوا ايه. انا هستناكم كلكم. وبس كده، اشوفكم فيديو جديد، مع السلامه.